بص، لو بتتفرج عليا وانت لسه راجع من الشغل او انت في بريك الشغل، فاللي هقوله ده قد يثير بعض الانفعالات، فضبط النفس وبالراحه، وافتكر ان انا قلت لو انت من مرضى السكر ده ايا كان بهدوء وبالراحه، علشان اللي جاي مش حلو. يوم الجمعه اللي فاتت وانا في الشغل، ايوه كنت في الشغل يوم الجمعه اللي فاتت، قريت خبر ان بلد اسمها فنلندا بيدرسوا ازاي يزودوا الويك اند بدل ما هم 3 ايام ل4 ايام في الاسبوع، عشان المواطن يبقى اسعد. يعني هو بياخد 3 ايام في الاسبوع ويك اند ومش سعيد، فنساعده ان احنا نخليهم 4. بفكرك تاني ان انا الخبر ده قريته يوم الجمعه وانا في الشغل، عشان الشركه منزلاني نلحق التارجت. انا لو بجري ورا فار زي ما بجري ورا التارجت كان زماني انا والفار ده اصحاب، كان زماننا مستأنسين الفار في البيت، كان زمان الفار وخلفته كلها عندنا في البيت اصحاب. لما ياخدوا 4 ايام اجازه في الاسبوع يعني هيشتغلوا 3 بس. الحاجه الوحيده اللي عندهم زي اللي عندنا الاسبوع 7 ايام، غير كده كل حاجه مختلفه. انا والله العظيم لما باخد اجازه 4 ايام برجع حاسس ان انا ناسي الشغل، ناسي فكره الصحيان والنوم والايميلات، ناسي، محتاج اريكاب ايه اللي كان بيحصل. لما بناخد 4 ايام اجازه بنرجع كموظفين نسلم على بعض بالحضن، انت وحشتني. ده غير ان هم بيشتغلوا 5 ساعات ونص في اليوم. يعني انت لو كتبت على جوجل عدد ساعات العمل في فنلندا هتلاقيها من 9:30 ل 3، 5 ساعات ونص حضرتك. الساعه الزياده بتبقى باوفر تايم. طبعا انت مش عارف ايه الاوفر تايم. الاوفر تايم ده حضرتك بند بيتكتب في العقد لما بتروح تشتغل في اي شركه، بتقراه بتمضي عليه، نقطه خلاص، بس ولا من شاف ولا من ديري، لا انت ولا هم ولا احنا عارفين ده ايه. ولو في كلاينت شركتك شغاله معاه قال ان هو هيتكفل بالاوفر تايم بتاعك، الشركه بتاخده وبيقول لك بنديهولك في البونص. طبعا انت برده مش عارف ايه البونص. البونص زي الاوفر تايم، بند بيتكتب في العقد انت بتمضي عليه، هم بيشوفوك بتمضي عليه، ما حدش فاهمه ولا عارفه، بننساه. ولما بتسالهم عليه بيستغربوا، ايه ده بونص؟ ايه ده؟ مين ده؟ وبعدين بحسبه بسيطه، انا بلغتك قبل كده ان هو بيشتغلوا 5 ساعات ونص في اليوم. بص انا بفكرك بضبط النفس، انا بكيت كتير قبل الفيديو ده. 5 ساعات ونص في اليوم ضرب 3 ايام عمل، يعني بيشتغلوا 16 ساعه ونص في الاسبوع. 16 ساعه ونص في الاسبوع كله. حضرتك انا انتاجيه اسبوعك بعملها في يوم، وبمشي مديري محسسني ان انا مقصر، اللي هو لا بكره تشد حيلك اكتر من القرف اللي انت عملته النهارده. حرام. ثم انا بقبض بالجنيه، يعني انتاجيه الاسبوع بعملها في يوم وبقبض عليها بالجنيه. ليه؟ معلومه تانية، وبفكرك بضبط بفكرك انت بالذات يا اللي قاعده مع اولادك بعد الشغل بضبط النفس. في السويد لو اثبتت ان انت عندك اكتئاب، يعني جبت ورقه ان انا راجل عندي اكتئاب بجد، بتاخد اجازه مدتها سنه مدفوعه الاجر شامله العلاج. انا مره مديري شافني بعيط عندي حاجه و30 سنه وبعيط بالدموع، دخل قال لي يا وليد كده تو ماتش، لا انت محتاج تروق، روح اقعد في الميتنج روم ساعه، اشرب كوبايه قهوه وتعالى. بعيط بيشربني قهوه، في عزا، مش بعيط عشان شركتنا ما فيهاش عصير، ما قاليش حتى اشرب عصير، لا روح ميتنج روم اشرب قهوه وبتاع، انا هرجع لك مقطع شراييني مش معيط. ده انا لما عملت عمليه اقسم بالله فصلوني في الاجازه المرضيه اللي الدكتور كاتبها لي. مديري قال لي ليه اسبوع لي هم 5 ايام كفايه. يا اخي ده انت دكتور قوي، تعالى انت اعمل لي العمليه واكتب لي يومين، تعالى اعلق لك يافطه على مكتبك نكتب فيها دكتور جمال بدل باشمهندس جمال. انت ايه اللي دخلك علم رياضه؟ انا بفكرك ان انا قريت الاخبار دي كلها يوم الجمعه وانا في الشغل. كلمت واحد صاحبي اشكي له همي، بحكي له، قال لي انا كمان في الشغل. مديره بعت الشغل عشان يبعت ايميل. اصل الايميل ما بيفتحش غير على كمبيوتر الشركه في الشغل، فخد بعضك وكيانك بدل ما ناخد الميل ننقله لك على كمبيوترك، لا انت تنزل يوم الجمعه تبعت الميل وترجع فيزيكلي. انزل. مديري كان بيقول على فيزيكلي فيزيكالي. المشكله ان هم اخر مره جابونا نشتغل يوم الجمعه، جه وقت الصلاه مدير اقترح نصلي صلاه الجماعه مع بعض، يخطب هو بينا ونصلي مع. انتوا هتكفرونا؟ انت ايه، دكتور ولا مهندس ولا شيخ انت ولا انت ايه؟ وبعدين نفترض ان هو هيخطب بينا، الخطبه هتبقى عن ايه؟ عن التفاني في العمل، عن الصبر على البلاء. ما هو لما حضرتك يوم الجمعه الناس كلها بتفطر مع عائلاتها وانا قاعد معاك وبتفكر تديني خطبه الجمعه، انت ده بلاء. بكلم واحد صاحبي اسمه حسن شغال في السويد، بيقول لي ان عندهم واحد في الشغل شغلته اسمها ثيرابيست، لو انت متضايق تروح له عشان تقدر تدي انتاجيه اعلى وعشان صحتك النفسيه تكون افضل. احنا اللي بيزعل عندنا بيروح للاتش ار، يهدده بالرفض او يرزعه ورنينج ليتر تخليه يصدع، يرجع يشتغل زي القطر، يحرت يجري كده في المكتب، وهو بيجري كده دمعته بتنزل على خده، لو نزلت على كيبورد ولا ورقه هيرفدوه برضه. ده الثيرابي عندنا في الشغل. تخيل ان هما في السويد عندهم حاجه اسمها التخصص، يعني كل واحد يعمل الحاجه اللي هو مختص فيها فقط.
متخيل؟ يعني انا كمهندس عمري ما هروح اصور ورق، عمري ما هقعد ادور على ارخص تيكت طيران لشرم الشيخ عشان مديري، او على مكاين السجل المدني عشان يروح يطلع شهاده ميلاد لبنته حنين. ما باركنالوش على حنين، ممكن نبارك له كلنا على حنين بنته عشان كنت بدور على المكنه اللي في كارفور اللي بنطلع منها شهادات الميلاد. ممكن. انا اقسم بالله لو شغال في السويد وحد كلمني هقول له اخرس، لا اقسم بالله هكتئب، والله العظيم هكتئب واقلب لكم الدنيا اجازه سنه. انت لو شغال في السويد واتاخرت على الشغل مش محتاج بقى تقعد تفكر ان انا هقول للمدير ان كاوتشه العربيه نامت، ولو انت موصل زمايلك معاك تتفقوا كلكم عشان يبقى كلامكم واحد انهي فرده اللي نامت، لان مديرك غتت وهيقعدكم واحد واحد يسالوا انهي فرد. مفيش الكلام ده. انا اتاخرت عشان حالتي النفسيه حرجه، اتاخرت عشان متضايق مكتئب، انت كئب لي واقوم اشتكيه، اعمل فيه شكوى ان هو مضايقني. هو انا ماليش ثيرابيست يسال عليا؟ اقلب الدنيا وهاخده من ايدي واطلع للثيرابيست، هو ده اللي عامل لي الاكتئاب. حقي، انا عايز حقي. فحضرتك انا بنصحك بضبط النفس لا للانفعالات. بقول لك قريت الخبر وانا يوم الجمعه